بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الخميس بتاريخ 29/8/2024. معانا في الفيديو أسعار رز الشعير القديم والجديد، وأسعار الرز الأبيض، وأسعار الذرة والفول، وأسعار الفاصوليا. لو حابب تشترك في القناة اشترك في القناة. من أسفل الفيديو بتلاقي كلمة اشتراك، بتضغط عليها وبتفعل الجرس، بكده يوصلك إشعار وقت تحميل الفيديو على الموبايل. هنبدأ إن شاء الله بأسعار وسوق الرز، وهنشرح لحضراتكم إيه اللي حصل في سوق الرز النهاردة وامبارح آخر اليوم، عشان الناس تبقى متابعة السوق أول بأول. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض العريض أعلى جودة، زيت وبخار وسوليتكس، يتراوح سعر الطن من أرض المضرب من 23,800 ل24,000 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسب التصافي، وعلى حسب خدمة المضرب، وعلى حسب نسب الكسر. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع على جودة، زيت وبخار وسوليتكس، يتراوح سعر الطن من 22,000 ل22,200 البضايع العالية، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسب الكسر وعلى حسب الجودة. بالنسبة لأسعار الأبيض، كل ما كانت البضاعة متصفية كل ما سعرها بيزيد، عشان في بضايع للعريض بتروح طبعا للقرى السياحية والهايبرات والأماكن العالية، بتزيد أسعارها طبعا كتير عن الأسعار اللي احنا قلناها في الفيديو دلوقتي. بالنسبة لأسعار الشعير وسوق الشعير اليوم، في امبارح آخر اليوم والنهاردة لحد العصر، طبعا كان في ناس قالت توقفنا عن استلام الرز. مضارب كانت توقفت عن الاستلام، ومضارب والمخزن برضو قال لك انا هتوقف، وبدأ يغدر على التجار. المخزن بعد ما كان بيطلب البضاعة وخلاص وصلت للمخزن بتاعه، غدر على التجار وقفل تليفونه وما عادش عايز يستلم بضاعة. وسبحان مغير الأحوال، السوق بيتغير في ساعة. بعدها المضارب طلبت بضاعة، والمخزن طلب بضاعة تاني، ودلوقتي الكل بيجري عايز بضاعة. ليه؟ وركز معايا يا اخواتنا الفلاحين اللي بيزعلوا من الاسعار اللي بنقولها. الفلاح رفض السعر، رفض ان هو يفرط في البضاعة بالسعر اللي هم كانوا عايزين يخزنوا بيه. فالمخزنين لما الفلاح رفض العرض قل، المخزنين رجعوا تاني طلبوا البضاعة. فاخونا الفلاحين، انت اللي بتحط السعر من نفسك، فعشان ما ترجعش تقول ده اسلام فرحات قال او ما قالش، انا بشرح لك اللي حصل في السوق اهو بالظبط وايه السبب. طب الناس دي توقفت عن طلب البضاعة ليه؟ مش عشان مش محتاجين بضاعة، بالعكس، المخزنين محتاجين بضاعة كتير جدا، والمضارب محتاجة بضاعة كتير جدا، بس واقفين عشان ينزلوا السعر. لما العرض بيزيد شوية من الفلاح، بيقوم رايحين الناس تتوقف عشان ينزلوا السعر ويخزنوا بسعر قليل. هي دي نقطة السوق اللي هتفضل مستمرة معانا. طبعا السوق بدأ فعليا حاليا، يعني السوق حاليا بدأ فعليا، بس ده هيفضل مستمر معانا طول الموسم. كل ما الفلاح يعرض شوية، المخزنين او والمضارب هيتوقفوا عن الاستلام عشان ينزلوا الاسعار شوية. فتفهم زي ما تفهم، هو ده شرح السوق. وفي الاخر ده قرارك، سواء عايز تبيع او ما تبيعش، ده قرارك انت، والشورى شورتك انت، واللي برضه اللي عايز يخزن ده قرارك برضه. بالنسبة لأسعار الشعير على آخر اليوم، الشعير العريض وصال للمضرب ب15,100 للطن القديم، وأسعار التنفيذ ب14,800 من على أرضه. أسعار الشعير العريض القديم البضاعة العالية في الشعير العريض القديم. والشعير الرفيع القديم وصل للمضرب 14,300، وأسعار التنفيذ من على أرضه ب14,000 للطن تنفيذ من على أرضه اليوم في الشعير الرفيع. بالنسبة لأسعار الشعير الجديد، الشعير الجديد الرفيع وصل للمضرب
ب14,100 للطن وصل للمضرب، وأسعار التحميل من على أرضه من 13,800 ل13,900 للطن تنفيذ وتحميل اليوم. أسعار الرز 79 بتراوح سعرها من 12,800 ل13,000 من على أرضه اليوم. ده كان شرح للسوق، وزي ما قلت لحضراتكم المخزن نفسه السوق ينزل عشان يخزن، والمخزن عن كتير ناس كتير داخلة تخزن، طلبات على التخزين كتير جدا جدا، بس عايزين يوقعوا السوق شوية عشان يخزنوا. بالنسبة لأسعار المخلفات، سرسة مطحون يتراوح السعر من 900 إلى 1000 للطن من أرض المضرب، وسعر الجونة يتراوح من 9600 ل 9800 للطن من أرض المضرب، وسعر الكسر الناعم من 11400 ل 11600 للطن من أرض المضرب. ده بالنسبة لسوق الرز اليوم. بالنسبة لأسعار القطن اليوم، إن شاء الله خلال الأيام القليلة جدا اللي جاية هينزل قرارات من المنظومة بطريقة عمل موسم تسويق القطن الموسم الجديد 2024-2025. هتنزل قرارات، ومن ضمن القرارات إن شاء الله بنسبة كبيرة هيكون تطبيق سعر فتح المزاد اللي هو سعر الضمان 10,000 وجه إبلي و12,000 وجه بحري. أما بالنسبة لأسعار القطن حاليا، في طلب على القطن للتخزين، وفي طلب على القطن طبعا بضاعة الآجل. يعني في الوقت في ناس بتطلب بضاعة آجل مثلا لشهر 12 وسعر مرتفع، ممكن أقول لك سعر الضمان، وناس طبعا بتبقى مضمونة، يعني بتبقى واخدة ضماناتها، بيشتروا القطن حاليا آجل بسعر 12,000 سعر الضمان آجل لشهر 12. أما بالنسبة للكاش حاليا بيتراوح السعر من 10,400 إلى 10,600 قطن جزء 94 اليوم. بالنسبة لأسعار الذرة الأوكراني صب أرض المينا ب10,800 للطن، والذرة البرازيلي ب11,400 صب أرض المينا، والذرة الأرجنتيني ب11,400 صب أرض المينا. أما بالنسبة للذرة البلدي الأصفر من 12,200 ل 12,500 للطن البضايع العالية، والأبيض من 11,800 إلى 12,000 للطن البضايع العالية. ده الذرة البلدي اليوم تنفيذ لدى التجار اليوم. بالنسبة لأسعار الصويا، صويا 44% ب20,500، وصويا 46% ب21,500 للطن صب أرض المين. معانا أسعار الفاصوليا البيضاء بيتراوح سعرها النهاردة الخام البضايع العالية من على أرضها من 59 إلى 60 للطن النهاردة من على أرضه تنفيذ لدى التجار اليوم. ده أسعار تنفيذية. أما بالنسبة لأسعار الفول البلدي البضايع العالية في التلاجات، ووزن الأرداب ب155 كيلو بيتراوح سعره من 5200 ل 5400 للأرداب البضايع العالية. البضايع العالية في الفول البلدي فيها سعر كويس الأيام ده في التلاجات، وفي عليها طلب حاليا في السوق. بالنسبة لأسعار البرسيم في سوق المحلة النهاردة بتراوح سعرها من 13 إلى 14. أما بالنسبة لأسعار التجار من 12,500 إلى 13,000 للأرداب، وزن الأرداب متعقب 168 وخام 180. بالنسبة لأسعار الكراوية من 49 إلى 51 سعر الكراوية اليوم. وأسعار اللب بيتراوح سعره من 90 إلى 110 على حسب جودة اللب. في بضايع ممكن تزيد عن كده، وفي بضايع أقل من كده. يعتبر دي كان كل الأسعار اللي معانا اليوم. أتمنى ما كنتش نسيت أسعار، ولو طبعا حد محتاج حاجة يكتبها لنا في التعليقات واحنا هنرد عليه ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.